تعالَ كمان نتكلم بقى عن الصلابة النفسية، إنه أنا لو شخص يعني ضعيف شوية أو ما عنديش stability شوية أو ممكن أحس بالوهن شوية نتيجة علاقة معيّنة، هيأثّر على نجاحي بشكل كبير، مش أنا هانجح لمين أو صح. هانجح إزاي أو هانجح. أنا شخص باستمد قوتي من العلاقات. العلاقة مش في حد ذاتها مش هدف، بس العلاقة كمان ليها جزء داعم كتير في حياتنا، ممكن تخلّيك قدّام، ممكن تخلّيك تنجح، ممكن تخلّيك على الأقل عندك سلام نفسي وصحة نفسية وجسدية كمان بناءً على العلاقة دي. فبالتالي طبيعي شخص ناجح ما فيش علاقات مسيئة أو مؤذية ضاغطة عليه، ومهما كانت صلابته النفسية هو في نفس الوقت لأ، محتاج دعم، محتاج حاجة تكمّل قوته، محتاج حاجة تقول له أنت ماشي صح. محتاج كمان علاقات تدّي له أدوار، إنه الشخص الناجح مش بيعمل كل حاجة بنفسه. صح. بيحتاج يعني بيبقى محتاج ناس حواليه، دايرة حواليه مُقرّبة جدًا، كل واحد فيهم ليه دور، فعلاقة وثيقة جدًا. إمم.